صباح الخير وصباح الجمال وصباح الورد على كل اصحاب مظبوط. صباحكم جميل. معاكم مرجو، ده برنامجنا مرجو مورنينج كل 4 الساعة 9 صباحا لايف على راديو مظبوط. هنتكلم النهاردة في موضوع يعتبر من الموضوعات الشائكة كده في العلاقات، ومحتاجين فعلا ان احنا نحكي فيه شويتين. بس الاول اكدوا عليا ان الصوت تمام، لانه بصراحة المرة اللي فاتت كان في كده شوية اعطال فنية، فمحتاجة اتأكد الاول ان الدنيا تمام في الصوت. الدنيا تمام في الصوت؟ سامعني طيب؟ الصوت موجود يا جماعة؟ عشان بس ايه مطلعش ان انا بتكلم لوحدي واعيد ده كله تاني، فخليني معاكم بس عايزة اتأكد. هنحكي النهاردة عن العتاب، وموضوع الحلقة واسم الحلقة اللي هو العتاب ما يزعلش، ولا انت ايه رأيك؟ طيب بيقولولي ان الصوت تمام. طيب اوكي، خلينا نبدأ حوارنا عن العتاب. والعتاب رغم ان من المعروف ان نقول ان العتاب ما يزعلش، وانه العتاب محبة وانا بعاتبك عشان بحبك والكلام الجميل ده، الى انه للأسف كتير قوي العتاب بيقلب معانا المشاكل وبتحصل خناقات كبيرة لاني كنت رايحة عاتب، او العكس اني انا كمان بتضايق عشان في حد كان بيعاتبني بشكل معين، ممكن يكون هو شايفه انه عتاب لكن هي الفكرة انه طريقته كانت مضايقاني. فالنهاردة هنتكلم في التفاصيل بتاعت هو ايه اصلا هدفنا من العتاب ده، وهنحكي بالتفصيل ازاي نعمله، وايه الحاجات اللي نقولها وايه الحاجات اللي ما نقولهاش. اوكي، فاكتبوا لي في تعليقاتكم عن ايه رأيكم في موضوع العتاب ده وتجربتكم فيه، والشعور اللي بيبقى يعني بيتقل علينا فكرة اني رايح اعاتب حد. دي حتة محتاجة ان انا اسمعها منكم، وده كان سؤال الحلقة، وفي ناس منكم بعتت كومنتس واحنا هنقراها دلوقتي. كان في أماني أديب بتقول العتاب لازم يكون كلام قليل لتوضيح المشكلة، المهم ما يكونش بنرفزة عشان ده زي اللي بينفخ في النار فبتزيد، ممكن يقفلوا من بعض. وكمان في نفوس بتبقى شايلة بتقول ان الغفران بيبقى علاج لكن مش سهل. هنعرف النهاردة يا أماني، وهنعرف النهاردة ازاي نعمل ده بطريقة لطيفة ما تخليش الموضوع يبقى فيه نرفزة ويبقى فيه مشاكل اكتر. شيماء بتقول لما تحس ان اللي قدامك كل غرضه من الكلام انه يطلعك غلطان وبس ويغطي عيوبه وذنوبه، هو اصلا العتاب ده مش كويس مع اي حد مش سالك، الاحسن نبعد في صمت وهدوء. امتى بنبعد وامتى محتاجين نعاتب، ده برضو فرق مهم هنتكلم عنه. رؤية بتقول لما احس ان العتاب مش فارق والشيء اللي عاتبتك عليه بيتعمل عادي، لما احس ان اللي قدامي شايفني بهاجمه او يطلعني غلطانة مش يناقشني، وعلى الاقل يحسسني بقيمة عتابي. اوكي. نرمين بتقول لما الشخص يقل في نظرك العتاب بيبقى تقيل ومالوش لازمة. إسراء بتقول لما ما يتفهمش انه عتاب ويتفهم انه اتهام بالتقصير. هو يا إسراء الفكرة هو ايه اللي بيخليه يتفهم كده؟ يعني هل بس ان اللي قدامي بيفهم كده لكن انا عبرت كويس، ولا برضو ممكن اكون انا في حاجة عملتها خلت اللي قدامي يفهم كده؟ فاهماني؟ ايمي بتقول لما اللي قدامك يبقى مش حاسس انه غلطان خالص، ولو فعلا غلطان مش هيعتذر ويكرر الغلط. لا، هنا بقى يا ايمي واقفة، يكرر الغلط دي معناها يا جماعة هل هو ده عن عمد؟ يعني ده مقصود؟ لانه بصراحة لازم يكون في نتيجة للامر ده على نفسي. فاكرين لما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الحدود قلنا ايه؟ يعني اتمنى ترجعوا لي الحلقة اللي فاتت.
قلنا كده باختصار انه الفكرة انه لو اللي قدامي هيتعدى في حاجة او هيأذيني في حاجة، انا محتاج اوضح حدودي، فهقول انه الحاجة دي بتضايقني فانا هوضح له. فلو هو ما عملش ده، انا لازم يكون في نتيجة للامر، يعني اقول انه لما ده بيحصل انا مش هقبل كذا، فانا مش هكون بعمل كذا. فالحدود دي على نفسي، انا كنت بقول لكم من الحدود على نفسي واني انا اللي بنفذها. اوكي، فاتكلمنا في الموضوع ده باستفاضه اكتر، تقدروا ترجعوا له. فالفكره انه ازاي اني انا اتعامل بالحدود دي علشان احميني من الاذى. بس في حاجه النهارده مختلفه هنتكلم عنها، وهي ايه؟ وهي فكره انه العتاب يختلف شويه. يعني احنا هنا هنتكلم عن حته اكثر تفصيلا واكثر دقه مع العلاقات اللي هي مين اللي بعاتبه يا جماعة، مش العلاقات البعيدة. يعني احنا اتكلمنا عن الحدود وان الحدود مختلفة، وفي دايرة بعيدة وفي دايرة قريبة وفي دايرة اقرب خالص. العتاب ده لازم تكون العلاقة دي موجودة، ولازم نكون العلاقة دي احنا الاتنين باقيين عليها، ولازم تكون العلاقة دي احنا الاتنين عايزينها. فاهميني؟ مش انها تكون حاجة مش مهمة بالنسبة لنا او اللي قدامي ده. عشان كده في ناس منكم كانت كاتبة في الكومنتس ان في ناس بتحسسك ان الموضوع مش مهم، او انه مش ضروري، او انه اللي عملته ده ملوش لازمة. فانا احس امال انا تعبان ليه؟ علشان كده بنحس ساعتها ايه ده، طب خلاص ملوش لازمة العتاب، ايه لازمته، ابعد احسن. ابعد احسن ده معناه انه العلاقة دي ما بقيتش فارقة، انه العلاقة دي ما هياش حاجة انا عايز احط مجهود فيها ولا اللي قدامي يحط مجهود فيها. اوكي طيب، بصوا اميرة بتقول لنا حاجة لطيفة قوي. اميرة بتقول العتاب زيه زي الغسيل. انا عجبني التشبيه ده قوي بصراحة يا اميرة. بتقول بيبقى خفيف وسريع لو اول باول. الموضوع كده ايه، في الخفيف، وتلاقي الغسالة رايقة وتلاقي مفيش كركبة كتير فبيبقى خفيف وسريع لو اول باول، ويبقى رخم وتقيل وياخد وقت وريحته طالعه لو كان بعد تراكم وكتير قوي. فعلا احنا يا اميره فعلا عايزين نعمل كده، مش عاوزين نستنى لغايه لما الموضوع يطول ويبقى فيه تراكمات ويبقى فيه حاجات كتير متعبه. عارفين يا جماعه، يعني عجبني التشبيه بتاع اميره ده قوي. وكمان هقول لكم تشبيه تاني جه في بالي دلوقتي. عارفين كده لما تبقى عندك ازاز، يعني بينك تخيل انه بينك وبين صاحبك او بينك وبين الشخص اللي انت معاه في علاقه ازاز. تخيل لو الازاز ده تراكمات 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 بقى مش نضيف خالص لدرجه انك ما بقتش شايف منه. يعني هو بقى متسف لدرجه انك اصلا مش شايف الناحيه التانية. فلما هو هيقولك على حاجة، انا مش شايف يا باشا انت بتتكلم على ايه، انا مش شايف اصلا، لا ده كذا وكذا. فاهمين؟ لغير لما يبقى ده اول باول بينضف، اول باول بنمسح، اول باول كده بننضف كده على الشاشة، عارفين اللي هو كده اول باول كده بنمسحها كده، فبتبقى نظيفة، فبقى عارف اشوف والقط اللي قدامي. انا لمحته كذا، انا قصده كذا، ابقى حساس ناحية الموضوع، لاني ايه، بقيت عارف القط هو بيتضايق من ايه وانا حاسس بايه. عارفين الدنيا دي؟ فده اللي هيساعدني اعمل الخطوات اللي جايه. اوكي، بس خلينا نتفق الاول على اساسيات، زي لما انا كنت بكلمكم الحلقات اللي فاتت اني كل حاجه بحب ان انا احط لها زي اساس او هدف، نبقى عارفين احنا بنتحرك على ايه. فمحتاجه يكون في حاجه كده اساسيه، انا في حاجه اساسيه ببني عليها، او في حاجه هي دي انا فاهم ايه هدفي من اللي انا رايحه اعمله ده، فانا ابقى عارف انا رايحه اعمله ولا ما اعملوش، ولا بعمله ليه، ولا اصلا ملوش لازمه. عارفين كده، اراجع نفسي. فاحنا دلوقتي خلينا نقول كاننا بنعمل ده. فانا سؤالي دلوقتي، انا ايه هدفي من العتاب ده؟ ايه هدفي من العتاب ده؟ هل هدفي اني انا، وبجد خلينا نسال نفسنا بصدق ونجاوب على الاسئله دي، هل انا هدفي اني انا اطلع اني انا الكويس، واني انا اللي شاطر، واني انا الجميل، وان اللي قدامي هو اللي غلطان؟ هل انا ده هدفي؟ هل انا هدفي اني انا اعلم عليه علشان شفت بقى انت غلط؟ ممكن يكون فعلا غلط، انا مش بقول انه ما غلطش، هو ممكن يكون فعلا غلط. انا بقول ايه هدفي من ان انا رايحه اتكلم معاه وعاتبه، ايه هدفي بقى في العمليه دي.
فهل هدفي ان انا اقول له لا انت غلطان وانت كذا وكذا وكذا وكذا، فعلشان عاوز اعلم عليه، وعارفين كده اللي هو بياخد نقط، فانا هاخد النقط دي اني انا اللي كويس وانت اللي طلعت غلطان، فانت خسرت، انت خسرت، فكده عندنا حد فايز وحد خسران. انا عايزه اقول لكم بجد انه اي علاقه، بجد اي علاقه عايزه تكون ناجحه، واي علاقه عايزه تكون بتتبني، ما فيهاش حد خسران وحد فايز. هي ما فيهاش كده، هي فيها ان احنا الاتنين مع بعض، وان العلاقه اللي بينا عارفين كانها كائن حي. العلاقه اللي بينا دي هي اللي محتاجه تتغذى، وهي اللي محتاجه نبذل فيها مجهود علشان علاقتنا تبقى افضل، علشان نفضل مع بعض، علشان علاقتنا دي بتبقى بتتطور مش تبقى بتنحدر. فاحنا محتاجين نبقى افضل. اوكي، فانا هدفي هنا من الموضوع ان انا رايحه اعاتب صاحبي، رايحه اعاتب واحده قريبه، على ايا كان مين اللي انا في علاقه معاه ورايح اعاتبه، حتى لو هو قريب، حتى لو هو شريك الحياه كمان، ايا كان هو مين، احنا محتاجين نبقى عارفين هدفنا من العتاب ده. فانا دلوقتي هدفي هو ان علاقتنا تكون افضل، وان تعاملنا مع بعض يكون افضل، وان احنا نكون مرتاحين اكتر مع بعض. اوكي، وان احنا بنعرف بعض اكتر. فدي اهدافي. لكن لو اهدافك اني اعلم على الشخص اللي قدامي، اني اخد نقط وهو لا، اني اطلع انا الفايز وهو الخسران، ان اقول له اني انت اللي غلطان، وانت يعني لو كان هو بقى غلطك قبل كده فانا بغلطه دلوقتي علشان فاهم يعني ما يبقاش هو بس اللي كويس، لا انا كمان. ولو كان هدفي اي حاجه من الحاجات دي او شبهها، فارجوك ما تعملش ده، لانه ده ما اسموش عتاب اصلا. يعني هو ده مش عتاب صحي، لانه العتاب الصحي هدفه يساعدني في العلاقه بتاعتي، هدفه يساعد العلاقه دي تنمو. فلو هو مش بيعمل كده يبقى ده مش عتاب وملوش لزوم، ملوش لزوم فعلا. زي ما حد من صحابنا قال في الكومنتس اللي هو نبعد احسن. طبعا انا لا ارجح انك تبعد احسن، يعني مفيش حاجه بالطريقه دي، لكن هو ده يعتمد على حاجات كتير، يعتمد على العلاقه بينكم شكلها ايه. فلو هي علاقتنا سطحيه ممكن نوضح بهدوء، ونوضح ان احنا مش متوافقين مع بعض وهنسحب من العلاقه دي. اوكي، يبقى وضحنا وانسحبنا. لكن اني انا اعاتب عتاب كويس وعتاب بطريقه كويسه هنقولها دلوقتي، ده معناه الاول والهدف الاساسي اني انا خايف على العلاقه دي، انا بحب، يعني خايف يعني قلبي عليها، وانه بحب ده، وبحب الشخص اللي قدامي، واحب ان احنا نكون بنتطور وبنكون افضل. وكمان خلوا بالكم من دي، لانه هتأثر على طريقة عتابنا. ايه هي بقى؟ اني انا بحترم نفسي وبحترم الاخر، ففي احترام متبادل في العلاقة دي، وفي يعني ايه اهتمام اني ابذل مجهود في العلاقة دي. اوكي، في الحالة دي فانا هختار اني فعلا هروح اتكلم مع الشخص ده. طيب احنا كده عرفنا انا بعاتب مين، وعرفنا ايه الهدف من العتاب اللي انا بعمله ده. خلاص تمام يا مارجو، كده الدنيا تمام. انا عاوز دلوقتي اروح للشخص ده، فلما اروح انا هتكلم في ايه، او اقول له ايه بالظبط، او اقولها له ازاي. بصوا بقى هنقولها ازاي دي. اول حاجة محتاجين نعرفها انا مش هعمل ايه. يعني خليني اقولها لكم ازاي. هقول بص، خليني نقول حاجتين. يعني خليني اقول لكم العتاب هو، بدل ما اقول لكم العتاب هو كذا وكذا وكذا، لا، العتاب هو مش ايه. اوكي، فالعتاب هو مش اني الومه، لا، العتاب مش هو اللوم. اللوم ان انا اقعد اقول له انت عملت كذا، وانت عملت كذا، وانت عملت فيا كذا وكذا، وانت جرحتني، وانت كسرتني، وعارفين يعني اللي هو يعني ابقى يعني كاني مقعد اللي قدامي ده على كرسي الاعتراف كده والدينونه، وقاعد اقول له انت ايه اللي انت وانت 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 اللي عملته. هل ده هيساعد في حاجة؟ يعني تخيلوا معايا انه الشخص ده حس بالانكسار الرهيب، وحس بالذنب الرهيب، وحس بكل حاجة. هل متخيلين ان هو هيعرف يتكلم او هيعرف يصالحك؟ انا بيتهيألي انه الوضع ده يجيب ايه؟ يجيب ان هو يدافع عن نفسه.
لانه لما حد بيتم اتهامه اول حاجه بتيجي في باله اني عاوز ادافع عن نفسي. فلو انت بتقعد تشاور 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 عليا وكانك بتلوم فيا، فانا اول حاجه ابقى عايز ادفع، ابقى عايز ادافع عن نفسي، اقول لا ده ما حصلش، او لا مش هو ده القصد، او لا انت اللي كذا، وابدا بقى لا اما انا اهاجم كمان، لا اما انا يعني مش بس ان انا كمان بدافع وانا ما اقصدش وانا مش هو ده اللي حصل وانا مش عارف ايه وانت فاهم غلط وانت كذا وانت كذا وانت ما بتحبنيش، وانت لو كنت بتحبني كنت عدت لي، واللي يحبك يبلع لك الزلط ومش عارف ايه، لكن انت مش بتحب وانت مش كويس و دي طريقه اني انا بدافع، او ان انا ابتدي بقى اهاجم فيك واقلب الترابيزه. وانتوا عارفين يعني المناورات دي والحاجات دي في العلاقات كتيره ومتكرره يعني. طيب انا اصلا مش هدفي خناقه، يعني انا مش جاي في خناقه يا جماعه. يعني حتى ناس منكم في الكومنتس كتبت ان الموضوع بيقلب خناقه. واحنا ليه نعمل كده؟ هل انا هدفي ان انا اروح اتخانق معاه؟ طيب هل انا هدفي ان انا احسسه بالذنب؟ كل ده لا، احنا قلنا خلاص مش هدفنا، احنا قلنا خلاص عارفين احنا رايحين ليه وعارفين هدفنا ايه في الموضوع، واني هدفي انه العلاقه دي تكون احسن واني اتكلم معاه بشكل افضل. طيب امال انا لو انا هعمل كده وفعلا دي اهدافي، يبقى انا مش هلوم ومش هوجه اصابع الاتهام عليه، لانه ده زي ما قلنا هيخليه هو يبتدي يدافع عن نفسه، فمش هو ده اللي هعمله. طيب خلاص يا مرجو عرفنا مش هنعمل ايه. اوكي او يعني عايزه اقول لكم ان اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه هو مش بس دراسه او قراءات في كتب نفسيه، انما كمان دي عن تجربه شخصيه. يعني مش احنا عايشين، مش احنا في علاقات وطول الوقت بنمر بده، فعن صدق يعني انا جربت كل الحاجات دي وعارفه او يعني اختبرت ده بيأثر ازاي وده بيأثر ازاي، والطريقه دي بتقلب الترابيزه زي وبتخلي اللي قدامك كانك بتقول له قوم دافع عن نفسك، كانك بتقول له قوم اتخانق فيا. تمام؟ غير خالص 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 الطريقه اللي هي اني بتكلم عني، ودي هي اساس العتاب الصحي. اللي هي ايه بقى؟ اتكلم عني يعني اتكلم بصيغه انا، فهقول انا لما حصل الموضوع الفلاني، الموضوع يعني حصل الفعل الفلاني، انا حسيت بكذا وكذا وكذا لاني فهمت كذا وكذا وكذا. يبقى هقولهم لكم تاني. يبقى انا بتكلم عن نفسي اهو. اول حاجه انا لما حصل كذا، مش لما انت عملت، لما حصل الموقف الفلاني فاقول فعل لما حصل كذا انا حسيت بكذا، انا حسيت بالمشاعر دي، انا حسيت بالضيق، انا حسيت بالاحباط، انا حسيت بالتهميش مثلا، إن لاني فهمت انك مش بتحبني مثلا، لاني فهمت اني مش غاليه عند الشخص اللي قدامي، ايا كان اللي الفكره. ليه بقى بنقول ده؟ يعني انا دلوقتي قلت لكم انا هقول، انا هتكلم بصيغه انا وهوصف الفعل اللي حصل، وهقول مشاعري انا الشخصيه ولاني فكرت الفكره الفلانيه. ليه انا بقول لكم الطريقه دي؟ انا دي معناها بتساعدني قوي اني لما بتكلم عن نفسي مش محتاج هو يدخل في جدال معايا ويقول لي انه ده ما حصل، يعني انه مش كده، وانه تعالى بس افهمها، وان اصل الموضوع مش كذا، وان انت مش عارف ايه، وان انت ايه، ويبتدي يهاجمني. لا، انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي. ولما حصل الفعل كذا، الفعل ده اكيد حصل، يعني احنا هنقول فعل حقيقي وهنقوله بالالفاظ بتاعته، يعني هنوصفه زي ما هو. يعني هقول الفعل اللي حصل زي ما حصل، زي ما حصل، من غير اضافه حاجات، يعني من غير اضافه انت عملت كذا وكذا، وانت لما جرحتني، وانت لا هو ده كده مش الفعل، هو ده كده مش الموقف. الموقف اني مثلا لما كنا في البيت الفلاني، لما كنا عند قرايبنا الفلانيين، وحد وفلان قال كذا فانت قلت كذا، نقول بالظبط الالفاظ اللي اتقالت. فلما حصل الموقف ده، فلما حصل كذا 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 في الوقت الفلاني، يعني الموقف ده في اليوم ده، انا حسيت بكذا. فانا بتكلم هنا عن مشاعري، فمش ينفع هو يجي يقول لي ما تحسيش كذا. ما
انا بتكلم عن مشاعري. اوكي، انا بتكلم عن مشاعري، انا حسيت كذا. ركزوا بقى في الحته الاخيره دي لانها بجد جميله جدا. لاني فهمت كذا. عارفين دي بقى ايه فايدتها؟ اني انا بقول له انا حسيت ده. يعني ممكن يقول لي لا ما تحسيش كده، لا، اولا دي مشاعري، ثانيا انا بقول لك اني انا فكرت انه كذا، انا فكرت انه كذا، جايز او انا فهمت انه كذا، جايز ما يبقاش كذا، ممكن ما يبقاش ده السبب خالص. يعني انا فهمت انك انت سبتني في المكان ده، انا فهمت انك انت كأني عندك حاجة تانية اولوية او انا مش مهمة بالنسبة، انا فهمت كده. فكأني بديله فرصة، يعني بديله فرصة انه يوضح لي لا انتي الاولوية، بس انا مثلا حصل معايا كذا، فانا كأني بفترض حسن النية. يعني عارفين، كأني مسبقا بفترض حسن النية. فبدل ما انا بتهمه وبوجه له اصابع الاتهام من اول ما يبدأ، لا، انا بالعكس، انا جاي اعاتب وانا يعني لامسلك العذر. يعني انا جاي اعاتبك اصلا وانا اوريدي كنت عامل اني انت اكيد عندك عذر. فانا داخل الموضوع بنية محبة، اني انا اوضح انا حاسس بايه واقول لاني فهمت كذا. فهو عنده مساحة، كأني بفتح له سبيس كده، كأني بفتح له مساحة انك تقدر تعبر عن الموضوع افضل، او تقدر تفهمني. يمكن تفهموني من وجهة نظر مختلفة، يعني يمكن تفهمني الموضوع من وجهة نظر تانية. فكأني بديله المساحة دي. اوكي، لكن انا لما كنت بلوم وبوجه اصابع الاتهام، ده بيقفل عليا اي تفاهم وبيخلي اللي قدامي يشعر باللوم، مش ان ده عتاب محبة، ويشعر ان هو اللي غلطان، ويشعر ان هو مش كويس، فيبتدي هو لازم ايه، يدافع عن نفسه ويتكلم عن نفسه. لكن انا في الحالة اللي انا شرحتها دي، كأني بفتح له مساحة، فهمني اكتر. يعني لو مش ده اللي كان فكرك، ولو كان فكره فعلا وهو فعلا غلطان في ده، مفيش اي مشكلة، هو يقدر يعتذر عن ده، واكيد هعتذر لك انه ده وصل لك المشاعر دي، حتى لو انا ما كانش ده قصدي وشرحت لك الفكرة اللي كانت حاصلة، بس انا اسف اني وصلت لك المشاعر دي، او ان المشاعر انك حسيت بالمشاعر دي، فانا اسف ليك. تمام، نيجي بقى الجزء اللي بعده، اني انا اقبل الاعتذار ده، ونبقى يعني في تفاهم. طبعا في حد كتب لي في الكومنتس ما هو بيرجع يعمل ده يعني مرات متعددة. في الحالة دي قلنا يعني ترجعوا للحلقة اللي فاتت بقى وتشوفوا الفكرة بتاعت الحدود بعملها ازاي. تمام، بس احنا كأننا دلوقتي بنتكلم عن فكرة انا دلوقتي عرفت هعاتب مين، وعرفت انا هدفي ايه وانا رايحة اعاتب، وعرفت كمان اعمل العتاب ده ازاي. في واحدة كتبت في كومنت انه مش بتقدر تستحمل العتاب، مش فاكرة بصراحة انهي كومنت، بس كتبت كده انه مش بقدر استحمل العتاب ده، يعني ولا تعاتب ولا عاتب، اعتقد يعني قالت كده. يعني اماني انور قالت عندي مشكلة اعاتب او اتعاتب. اشجعك جدا يا اماني انك تراجعي نفسك، انتي بتحسي بايه ناحية ده، او مفهومك ايه عن العتاب. ما هو برضو لو كان انه كأنه الشخص التاني بيغلطك او بيقلب عليك الترابيزة، فهو ده مش عتاب صحي، وعندك حق تتضايقي منه، وعندك حق تحسي انه ده مؤذي ومتعب، لانه كأنه بيحطك في الاتهام وبيشاور عليكي باصابع الاتهام، فكأنه الموضوع فعلا بيوصل مشاعر صعبة. بس مفهومنا عن الحاجة لما بيتغير نظرتنا ليها وطريقة ان احنا ننفذها ازاي. فاشجعكم قوي ان احنا نعاتب بطريقة صحية، نعاتب بطريقة مليانة محبة، اتكلم عن نفسي، اقول انا حاسس بايه، واقول انا
يعني ده لاني انا فهمت ازاي ادي مساحة للشخص اللي قدامي وافتح المجال والقلب بمحبة. يومكم جميل ومليان محبة وعلاقات جميلة ومريحة. استنوني الاربع اللي جاي لايف على راديو مظبوط. يومكم جميل.